سلام، مساء الخير. إن شاء الله الفيديو تاعي هذا يلقاكم بخير. شوفوا لي هذاك العسل اللي رايحة نديرو معاكم اليوم. أكيد رايحين تحتاجوا هذه الوصفة في شهر رمضان الكريم بما أنه ما بقالوش بزاف. هذا العسل رايحة تحقيه في كامل معسلاتك في شهر رمضان وغير رمضان وللعيد إن شاء الله، وتقدري تخدمي بيه حتى البقلاوة. وأصحاب المشاريع ما همش رايحين يحتاجوا يشريوا العسل من برا، إذا اعتمدتوا هذه الوصفة ما كمش رايحين تندموا عليها. شوفي بسم الله ما شاء الله، اللون، القوام كيفاه عاقد، خرج روعة، والذوق بسم الله ما شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليوا لنا جيم وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الوصفة مع أصدقائكم باه كامل يستفادوا. شوفي كيفاه خاطر روعة. يلا نروحوا مع بعضنا نشوفوا المقادير بالطريقة بالتفصيل. عندنا 4 كيسان تاع السكر لي كيلتهم أنا كيلو، كل واحد الكاس تاعو كيفاه، أنا كيلو جاني هذو 4 كيسان، مع كاس ما سخون لازم يكون سخون يغلي، ليكستري تاع لافاني أو العسل الحر، ونص حبة تاع قارص. ديرو 4 كيسان تاع السكر اللي هما كيلو، مع كاس ما سخون، القارص عفوا راح نقولكم الزاست، القارص نعصروه ونقطعوه هذوك القشرة اللي قعدت نديروها معاهم، هذا هو اللي رايح يحفظه لك، هذه هي المادة الحافظة نتاعو. القارص هي المادة الحافظة تخليه ما يجبسش ويقعد عام كامل كيما راهو. خلطوهم كيما هكا ونحطوهم فوق النار ونخليوهم يغليو حتى يتبدل اللون تاعو يولي احمر، شغل راح يولي كراميل. تخليه حتى تتحصلي على لون، شوفي كيفاه بدا اللون تاعو يتبدل كيما هكا حتى يولي احمر. دوكا توصلي لواحد القوام معين ونحيوه من فوق النار ونفرغوا عليه، هذا هو القوام. شوفي القارص كيفاه ولا اللون تاعها. هنا بعديه من فوق النار وتضيفي له 4 كيسان تاع ما سخونين، بصح المره الاولى بالاكي شوفي السكر راهو يدير لي ديقا كيعود سخون، ديريه غير بشويه وتكملي ديري الماء تاعك 4 كيسان تاع الماء سخونين حتى تكمليهم كامل كيما راكي تشوفي هنايا، ومن بعد ترجعيه فوق النار يكمل يغلي حتى يخثر. وهنايا كل مرة تجربي على جهة تشوفيه إذا عقد ولا لا، بيسكي يعود فوق النار راح يقعد دايما خفيف، ما تعرفيش إذا وجد راهو واجد ولا ها. وهنا راهو بدا، شوفي كيفاه بدا ما يتقطعش، هنا تعرفيه بلي راهو خلاص طاب وجد. طفي عليه تخليه يبرد. أنا هنايا راهو مازال ما بردش مليح، فرغته في السلعتي هذه باه يكمل يبرد. وشوفي كيفاه راهو مازال شوية ماشي عاقد، بصح كل ما يبرد رايح يعقد كيما شفتيه في أول الفيديو. هنايا راهو مازال سخون، في كي وريتهولك في بداية الفيديو هذاك راهو كان غدوة، من هذاك النهار اللي وجدتو فيه غدوة كان برد. نديرو ليكستري تاع العسل الحر أو لافاني نتيا واش حبيتي، وتخلطيهم مليح وتروحي تحتفظي بالعسل تاعك تخبيه حاجة ما تصرالو عام، تخبيه عام وترجعيلو تلقاه نفسه. وإذا عجبك الفيديو سيدتي وعجبتك الوصفة ولا عندك أي ملاحظة ولا ما فهمتيش كاش حاجة خليها لي في التعليقات، وأكيد رايحة نجاوبكم. وتهلاو رايحين تحتاجوها في شهر رمضان بإذن الله، ونخليكم على خير وإن شاء الله تصوموه بالصحة والهنا، ونتلاقاو في فيديو جديد.